ازيكم عاملين ايه؟ كل متابعين طب البلد. زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي نازلين من محطه مترو السيده زينب في محطه ابو الريش. زي ما انتم شايفين كده احنا دلوقتي تحت كوبري ابو الريش ورايحين ناكل عند ابو طربوش. زي ما البلد نروح عند ابو طربوش. صباح الفل على كل متابعين طب البلد. انا النهارده في السيده زينب عند ابو طربوش اكل الوحوش. ابو طربوش في السيده عامل قلبان. انا النهارده افطر عند ابو طربوش وعشان اقول لكم رايي ايه فيه بصراحه. طب البلد وكل متابعين طب البلد يجوا معانا ونشوف ابو طربوش بيخترع ايه. السلام عليكم. ازيك يا غالي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. نهارنا ابيض بالصلاه على النبي. ايه الانبرار اللي انت عامله في الشارع ده؟ الصلاة على الاكل ما يخش يا باشا. اكل يا بلديات. عبد الله سعاده الباشا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. 12 يلا. يعني انت بتقدم ايه؟ انا شايف الناس عليك بقبول وبالصلاه على النبي حاجات حلوه. بنقدمها بالصلاة على النبي بس فيها بركه حاجه جميله قوي يعني. حاجه حلوه خالص بالصلاة على النبي. الصلاه على النبي الله اكبر. قد كده يا اولاد البلد هاتوا لي الناس دي كده. الراجل ده تاريخي يا باشا. سنين السنين يعني. ايه؟ الراجل جاي له من السعوديه. يعني بسم الله الله اكبر. بصراحه انا مبسوط النهارده اللي انا عند الحاج سعيد ابو طربوش اكل الوحوش. اكل ايه؟ اكل الوحوش. والله العظيم يا جماعه انا مبسوط فعلا ان انا النهارده بصور في السيده زينب بلد الرجاله وبلد الناس المحترمه، واللي انا واقف على عربيه صغيره. الراجل المتواضع تعالى كده. انت اللي منور الدنيا يا باشا. انت اللي منور الدنيا حبيبي سعاده الباشا. ربنا يخليك يا ايه باشا. رايك في عم سعيد؟ الله اكبر عليه، الله اكبر عليه، حاجته حلوه، الله اكبر عليه. والله بقى تاكل عندك بلد ايه؟ كل يوم اقسم بالله كل يوم. صلاة على النبي. زي ما انتم شايفين كده قبول كبير على عم سعيد ابو طربوش. وطب ايه ابو طربوش ليه يا عم سعيد؟ سر ابو طربوش ليه؟ الكلمه دي ايه الفرق؟ الصلاة على النبي حاجه جميله. تطوير في الحياه. عصر العثمان. العثمانيين. عصر العثمان. الصلاة على النبي. يعني كده شايفين كده الطلبات الجميله دي. زي ما انتم شايفين كده الحاجات الحلوه دي حاجه الله اكبر عليها. الراجل ده جاي له من الفيوم. زي ما انتم متابعين كده كل متابعين طبعا من البلد ترند دار السلام. احنا النهارده عند ابو طربوش اكل الوحوش. جايين ناكل الجبنه القديمه اللي عنده بالبيض والخلطه الجميله اللي هو بيقدمها للعملاء بتوعه، وجايين نجرب زي ما انتم شايفين كده. تعالوا يا اولاد البلد. زي ما انتم شايفين كده هي جبنه قديمه زي جبنه اي جبنه قديمه ممكن تتخيلها، بس عند الراجل ده النفس حاجه ثانيه بصراحه. انا جاي النهارده اجرب اقول لكل متابعيني وكل متابعين ابو طربوش اللي بقاله كتير ما بيجيش عند ابو طربوش عمل تغيير لاكل الوحوش. ابو طربوش في السيده اوريهم كده. احنا قاعدين في قهوه ام كلثوم عشان لو حبيت تيجي تقعد هتيجي تقعد وتقدم الطلب بتاعك. وابو طربوش كده هات الناس الحلوه دي. ايه رايكم في ابو طربوش؟ 100 100. الله يكرمك. جايين له منين؟ السعوديه. بالصلاه على النبي. والراجل ده من بني سويف والراجل ده من السعوديه. منورين الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين الراجل مقبول وشه فيه القبول. الحاج سعيد ابو طربوش شغال هو وعياله بالصلاه على النبي على العربيه اللي انتم شايفينها. حاجه جميله جدا وهنجرب ونقول لكم ايه راينا في الاكل. زي ما انتم شايفين كده بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده يا اولاد البلد وريهم كده نقشه البيض اللي هو حاططها عامله ازاي، نقشه القوطه اللي هو حاططها عامله ازاي، الطبق تعالى كده خش لي على الطبق ده كده. زي ما انتم شايفين كده حاجات برده بسم الله الله اكبر موهبه بسم الله. كمان البصل بقى عنده بقى ايه حكايه. بص متقطع ازاي. هتلاقيهم الجرجير كده والبصل والخيار حاجه بسم الله الله اكبر. بصراحه ابو طربوش اكل الوحوش. كل تحياتي للرجاله اللي شغاله مع الحاج سعيد ابو طربوش. ما تنسلوش في العنوان السيده زينب. هتنزل من محطه السيده زينب ناحيه ابو الريش هتلاقي قهوه ام كلثوم، هتلاقي الحاج سعيد ابو طربوش في استقبالك. ما تنسانوش في المتابعه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسانوش تكتبوا كلمه حلوه لابو طربوش. باي باي.